فيلم فلو فائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة في حفل الجوائز الأوسكار عام 2025، وبيتفوق على إنتاجات كبيرة وضخمة من استديوهات عالمية زي إنسايد أوت 2 وموانا 2. وأبرز إنجاز الفيلم اتعمل باستخدام بلندر، برنامج مجاني ومفتوح المصدر بالكامل. طيب، خليني الأول أحكي لك قصة فيلم فلو. فكرة الفيلم إن قصة بدون كلام. فيلم فلو فيلم أنيميشن مختلف، مفيش أي حوار، مفيش ولا كلمات اتقالت طول الفيلم. القصة كلها من الحكاية بالصورة والحركة والمزيكا. الفيلم عبارة عن قطة بعد فيضان كبير العالم كله غرق، والقطة بتحاول تنجو، بتلاقي نفسها شوية مع حيوانات تانية وبيبدأوا رحلة مع بعض فوق قارب. والفكرة هنا إن مش بس النجاة، الفكرة عن التعاون وإن أنت تتأقلم مع عالم بيتغير ومن غير ما حد يشرح لك حاجة بالكلام. طبعا ده حاجة مميزة جدا إن هم يعملوا أنيميشن كامل بدون أي حوار، مختلف جدا جدا عن بقية الأنيميشنز اللي اتقدمت في الحفل ده. وده يودينا للجزء التاني للمراحل إنشاء الفيلم وإزاي اتعمل ومين اللي ورا الفيلم ده. اللي عمل الفيلم ده اسمه جينت زيلبالوديس، مخرج أنيميشن من لاتفيا، والفيلم اتعمل كعمل مستقل مش تابع لاستوديو ضخم زي استوديوهات بيكسر ودريم ووركس. واستخدموا تقنيات وادوات بسيطه جدا. كانت الاداه الاساسيه في الفيلم هي بلندر، من اول الموديلنج للانيميشن للاضاءه وللريندر، كل حاجه تقريبا اتعملت في نفس البرنامج. وده مهم قوي لانه وفر وقت ووفر فلوس، وخلى الفريق كله يركز على اكتر على الابداع مش على التعقيد التقني. يعني بدل ما يستخدموا اكتر من برنامج ويكون في تكلفه وتعقيد، استخدموا برنامج واحد بس، ووفروا وقت وفلوس، وكمان ركزوا على الفكره اكتر من التنفيذ التقني. وبما اننا جبنا سيرة الفلوس والتكلفة، فالتكلفة والرقم الرسمي لميزانية فيلم فلو كانت حوالي 3.6 مليون دولار فقط على الانيميشن ده. وده بالنسبة لانيميشن زي فلو وانيميشن كسب الاوسكار، دي تكلفة قليلة جدا لو قارناها بالانيميشنز التانية اللي بتوصل ميزانيتها 150 و 200 مليون دولار. يعني الفيلم اتعمل بامكانيات محدودة، لكن فكرة ذكي وأداة صح ونتيجة قوية. والتكلفة دي أقل بأضعاف من إنتاجات من هوليوود، لكن الفيلم قدر يحقق نجاح عالمي وياخد الأوسكار. بما إننا بنتكلم على الأوسكار والإنجازات، فحاليا هنجيب لكم الإنجازات كلها اللي حققها الفيلم ده بعيدا عن الأوسكار بس. طبعا بما ان الفيلم كلف قليل جدا، فاحنا نتوقع ان الانجازات كانت قليله، لكن بالعكس فيلم فلو كسب جائزه الاوسكار لافضل فيلم انيميشن سنه 2025، وده اول اوسكار في تاريخ دوله لاتفيا. غير كده الفيلم حقق ايرادات عاليه جدا، حوالي 57 مليون دولار عالميا، وده رقم ضخم جدا لفيلم مستقل. الفيلم اتعرض في مهرجانات كبيره واخد تقدير كبير جدا، مش بس من الجمهور لكن من الصناعه نفسها. والايرادات بتاعه الفيلم ده حققت ارقام كبيره جدا، لانه رقم غير مسبوق لفيلم مستقل في رسوم متحركه، وكمان تكلفته كانت قليله واقل بكتير جدا من نفس الانيميشنز اللي اتعملت في الاوسكار ده. وده خلى بلندر يكسب اكتر من حاجه بسبب الاوسكار اللي خده فيلم فلو. لان طبعا المعروف عن برنامج بلندر انه برنامج مجاني، برنامج غير قادر ان هو يعمل حاجات كويسه بالنسبه لبعض الناس، وبالنسبه لهم ان بلندر ده برنامج عادي، برنامج سوفت وير مجاني مش معتمد عليه ومش رسمي وما ينفعش ان احنا نستخدمه في اعمال كبيره. لكن كسب بلندر بعد هذا الفوز ان هو ممكن يكون اداه انتاج رئيسيه لعمل فيلم كامل او حاجه سينمائيه كبيره جدا، مش مجرد اداه تعليم او مشاريع صغيره. نجاح الفيلم ده بتكلفة منخفضة مع جوائز عالمية يعني بتشجيع الشركات الكبيرة والأفراد مستقلين بيفكروا في بلندر كحل إنتاجي فعال، لأنه هو سوفت وير مجاني بالكامل وتقدر أنت تنفذ فيه كل حاجة وتعمل أي حاجة. والواقعية والتحكم الإبداعي اللي وفره بلندر في الفيلم فتح باب كتير جدا لناس كتيرة في المجال. اللي حصل في فلو ده ضيف قيمة كبيرة جدا لبلندر، وأثبت إن بلندر مش مجرد برنامج مجاني ولا برنامج للمبتدئين، يقدر ان هو يشيل فيلم كامل ويكسب اوسكار ويتنافس مع اكبر استديوهات في العالم. وده معناه ان اي فنان 3D عنده اداة قوية فعلا، مش محتاج يدفع الاف الدولارات عشان يشتغل، ممكن باداة بسيطة جدا مجانية يعمل الرؤية بتاعته ويحقق النجاح اللي هو عايزه. وده دليل عملي ان مستقبل الانتاج مش محصور في الادوات اللي هي غالية بس، لا، ممكن يكون في اداة بسيطة زي بلندر ويقدر يقف في نفس الصف مع اي برنامج تجاري. هنا الغرض مش ان انت تستخدم برنامج غالي وتدفع كتير، الغرض هنا ان انت توصل فكرة وتعمل حاجة كويسة وتوصل رسالة عن طريق البرنامج. ومش مهم ان انت تدفع علشان تطلع حاجة زي دي كده، انت ممكن بحاجات بسيطة جدا تطلع نتيجة رهيبة وتعمل نجاح استثنائي.
أخيرا وليس آخرا، لو أنت مبتدئ فيلم فلو بيقول لك ابدأ الأداء معاك، ولو أنت محترف الفيلم ده دليل إن بلندر ينفع إنتاج حقيقي مش تجارب بس. فلو مش بس فيلم رسالة، فلو رسالة إن الإبداع مش بالفلوس ولا بحجم الاستوديو، لكن بالفكرة والتنفيذ واختيار الأداة الصح. لو حابب أعمل فيديو تاني عن إزاي أشرح البايبلاين أو الورك فلو اللي مر بيه برنامج فلو أو الفيلم الخاص بفلو اللي حصل على الأوسكار، تقدر انت تكتب لي في الكومنتات وانا هقدر ان انا اعمل لكم فيديو تاني عن الورك فلو الخاص فيلم فلو. وعلى فكرة اتعمل بطريقة بسيطة جدا وطريقة مميزة، لو عايزين جزء تاني ليه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. بس كده ما تنساش ان انت تعمل لي فولو عشان تشوف محتوى اكتر عن التصميم والفن وال 3D وبلندر. وبس كده، نشوفكم بعدين.